يطلع من السلطان. الهلال يقول لك مسافه اللي راح قبل 5 ايام. اهلا بكم من جديد، نسعد بصحبتكم في الجزء الثالث والاخير من هذا المساء، مساء الرياضيه. يسعد بصحبتكم خلال قناتكم القناه السعوديه الرياضيه. معي في هذا المساء الزملاء سلطان المهوس وصالح الصالح وتركي الخليوي وطارق التويجري وعثمان ابو بكر مالي وايضا زميلي احمد الشمراني. كنا في الجزء الاول تحدثنا عن الكثير من الأمور المتعلقة أكيد بيوم الوطن وأنشودة الوطن بالإضافة إلى الآسيوية. بدأنا الجزء الثاني أيضا من هذا المساء بالحديث حول بيان نادي الاتحاد وجدولة دوري زين، وأيضا سنواصل الحديث عن هذا الأمر بالإضافة إلى أيضا تصريح صحفي لصاحب الملك الأمير خالد بن عبد الله رئيس هيئة أعضاء الشرف. بإذن الله تعالى سأطلعكم عليه بعد قليل وأقرأه لندخل في ثنايا حديث آخر، ولكن قبل أو بعد أن أقفل هذا الحوار والرأي الآخر حول قضية من استفاد من ولماذا هذا التأجيل وكيف كانت الظروف، والظروف مختلفة بين ظروف الاتحاد في الموسم الماضي وظروف الشباب والهلال في هذا الموسم، بالإضافة لكثير من النقاط اللي يثيرونها الإخوة الزملاء. وكنت وقفت عند أحمد وقلت أحمد نقطة على السطر، أوقف عند نقطة أشار إليها أحمد زميل أحمد شمراني بأنه لولا الحساسية بين الاتحاد والهلال لما كان هذا الضجيج كله ربما. والحساسية اللي خلقها أيضا التنافس في السنوات الأخيرة، على اعتبار أنهم الفريقين إلى جانب الشباب الأكثر حضور يعني في الدوري والأكثر منافسة، وكل فريق يبحث عن الواجهة. لكن في المقابل هناك يقابل هذا التنافس الشرس، طبعا وسميه شرس مصطلحات الفنية وليس الإعلامية، يقابل أيضا تنافس إعلامي. في المقابل إعلام الاتحاد الآن ويسمح لي أبو صهيب يعني بيتبنى وجهة النظر الاتحادية ومن حقه أنه يتساءل ويطرح. في المقابل إعلام الهلال سيتبنى وجهة النظر الهلالية ومن حقه أيضا يدافع عن القرار. لكن في المقابل احنا مقبلين في الأيام القادمة وربما من بدايتها من الليلة على طرح إعلامي حيكرر أيضا الخلافات الهلالية الاتحادية، أقصد على الصعيد الإعلامي. في المقابل يجب أن نؤمن أن القرار صدر، القرار تم الاتخاذ من قبل الرئيس العام لرعاية الشباب. مناقشته لا يعني تسفيه القرار بقدر ما يعني الوصول صحيح. إلى إيش؟ الوصول إلى حقيقة. يعني جمهور الاتحاد بيتساءل ليش؟ جمهور الهلال برضه بيقول نحن أجلنا كذا. تصريح الأمير عبد الرحمن بن سعد حقيقة وضح النقاط المهمة اللي استند عليها الهلال واللي جعلت منهم يطلبوا هذا التأجيل. زميلنا صالح ذهب للجنة المسابقات رغم أن لجنة المسابقات ما لها علاقة بهذا الموضوع. جاء توجيه رسمي نفذت هذا في الفرضيات، نفذت هذا التوجيه. اثنين، يجب ايضا طبعا طرح الاعلامي المتبادل اللي حيحدث بكره وبعد بكره واليوم وبعد اسبوع كامل لن يزيد الامور الا تاجيل. طبعا القرار صدر وحسم الامر، والاراء اللي بتكتب الان من الجانب ومن صاحب الصلاحيه اللي يعني يرى المصلحه العامه. المصلحه العامه. احنا كلنا الان والله كل الشارع الرياضي السعودي بمختلف اطيافه، صحيح ان التنافس بيننا حامي بين الهلاليين والاهلاويين والاتحاديين والنصراويين والشبابيين كل الانديه، لكن في المقابل في الفتره الاخيره بالذات اشعر ان هناك توحد من الجماهير تجاه الانديه السعوديه، على اعتبار ان خروج المنتخب او عدم تاهله لكاس العالم ترى غبن الشارع الرياضي والبحث عن بطولة. طبعا شفت بطولة الاحتياجات الخاصة كيف كان التفاعل مع العالمية ويستاهلوا الإنجاز، لكن تشعر أن الشارع الرياضي بحاجة إلى استعادة هيبة على المستوى القاري، والهيبة الآن عند الهلاليين والشبابيين. يجب علينا الإعلام أن نسلم بهذا القرار أنه ما اتخذ إلا بعد طبعا دراسة من قبل الرئيس العام لرعاية الشباب. احنا نواسي الاتحادين إذا شعروا بالغبن، احنا معاهم وقلنا أنه التأجيل يفترض أن يكون إذن مسبقة واتفاق من الناديين، على الأقل لا يصير هناك مثلا ردود فعل. لكن طالما صدر القرار فيجب أن نحتكم للطرح الهادي للعقلاني لمؤازرة الشباب والهلال، لأننا كما قلت يا أبو مشعل وأنت تقولها دائما اشتقنا لكأس آسيا. أبغى أضيف نقطتين إذا سمحت لي أبو مشعل، يعني بالإضافة إلى ما قاله أبو محمد. طبعا احنا زي ما قال الكل مع القرار، حتى مقدمة البيان الاتحادي أكدت هذا الكلام. أنا بضيف نقطتين. أولا يعني الكلام اللي يتكلم عنه الأخ سلطان بأنه تفريغ الاتحاد في الموسم الماضي والمساحة الكبيرة اللي أعطيت له عدد الفرق في العام الماضي 12 فريق، والزمن المتاح للأسابيع المباراة كان يسمح بمثل هذا التفريغ. العدد زاد هذا الموسم، صار عندنا 14 فريق،
وبالتالي الزمن المتاح ضيق الاسابيع اللي يمكن العام الماضي كان في كاس الاتحاد للكبار، وكان السنه هذه ما في كاس الاتحاد. وبالتالي يعني يعطي مساحه من وجهه نظري، يعطي مساحه العام الماضي لهذا التفريق. النقطه الاهم الان التي يجب ان نتداركها ويجب ان يكون لها اهتمام هو جدولة هذه المباريات المؤجلة من الآن. الآن الهلال عنده مباراة مؤجلة مع الأهلي، مباراة مؤجلة مع الاتحاد، مباراة ستكون مؤجلة مع الشباب، واحتمال مباراة أخرى. يجب لجنة المسابقات أن تضع من الآن جدولة هذه المباريات المؤجلة حتى لا يأتي في وقت مثل هذا أو قبل مباراة معينة وتخرج مباراة الفريق هذا مع الفريق هذا والفريق هذا مع الفريق هذا، ونبقى في جدل ونبقى أيضا في تشكيك ونبقى أيضا في إثارة تخرج يعني اعتقادات وظنون انه حمد الصنيع هو من وضع الجدول او طارق كيال او فهد المصيبيح، والتأخير هو الذي يجعل قابلية لمثل هذه الأمور. وانت تبحث عن نظام يعني سيستم معين يمشي عليه حسم. لو حسمنا هذا الموضوع في نقاط لكي يكون الناتج من هذا الحديث ومن تلك المناقشة الإيجابية تكون مثرية حقيقة. إذا استطعت شخصيا أن أقول أننا خرجنا بثلاث أشياء من هذا الحديث. أولا القيادة الرياضية لا تفرق بين نادي وآخر. إذا كانت دعمت نادي الاتحاد العام الماضي فها هي تكرر الدعم، وهو دعم من سنوات لكافة الأندية، تكرر الدعم مع الهلال والشباب وغيره من أندية الوطن، وهذا لا مزايدة فيه إطلاقا. القيادة مع الجميع. اثنين، إذا كان البعض من الاتحاديين يعتقدون أن فريقهم غبن في هذا القرار من أجل الهلال وتفريغ نادي الهلال أو تأجيل مباراته، ففريقهم هو الاتحاد أيضا تلقى حظوة مثالية ورائعة لم يتكلم عنها أحد، وهي إيقاف مبارياته لمدة 46 يوم، ولم يتحدث أي إنسان عن هذا التأجيل ولا في ردود أفعال ولا تصاريح ولا بيانات ولا أي شيء آخر. كلنا مع هذا التأجيل. حتى الأخ أبو صهيب يقول إنه والله كانت الفرق 12 المفروض إنه كان يساعد الاتحاد. هذا بالعكس، لما تكون الفرق 12 ما يساعد الاتحاد إني أعطيه 46، لما تكون الفرق 12 أعطيه مدة أقل. هل الأسابيع المطلوبة يا سلطان لل 12 فريق هي نفسها للأسابيع المطلوبة ل 14 فريق؟ أسألك يعني. إيه بالعكس. الأسابيع المطلوبة أنا أخذها نسبة وتناسب. إذا كانت الفرق قليلة أعطيك مدة 4 أسابيع. في فرق كثيرة أعطيك مدة أطول. فريق الاتحادي فرق قليلة أخذ مدة أطول. إذن الفريق الاتحادي سهل ولا نزايد على الاتحاد. الاتحاد كبير ويشرفنا دائما في المحافل، لكن حتى لا نغلط الشارع الرياضي، حتى لا نغلط الجمهور، حتى لا نخلط شوشرة وفوضى وإعلام وتصاريح وإلى آخره بمعلومات كاذبة وغير منطقية وغير واقعية إطلاقا، لا مجال لها. إذا يجب أن نحتكم إلى المنطق. خلينا ناخذ زميلنا بس معلومات كاذبة يا سلطان. لا ما في معلومات. لا دقيقة غير مكتملة. لا أنا أقول لما يقول واحد، المهم في نقطة مهمة، لما يقول واحد زايد على مسألة دعم القيادة، لكن يجب أن نعترف أن هناك من يحرج هذه القيادة. يعني لجنة المسابقات كما تقولون هي التي وضعت الجدول المرتاح للاتحاد، وافق عليها ولم يعترض أحد. اللجنة هي نفسها اللي وضعت رزنامة هذا العام. شو المشكلة؟ ولم هناك إحراج إذا طالما أنه في مسألة تداخل. شو المشكلة؟ يا أخي نادي وطن رايح. أنت الوطن تفهم كلامي يا أبو صهيب أنت في قلبك شيء. أنا أقول لك أنت والله نادي وطن نادي حيمثل الوطن. لحظة مشكلة يعني اللجنة اللي وضعت الرزنامة في العام الماضي وراحت نادي الاتحاد ولم يعترض. هذه اللجنة هي نفسها التي وضعت جدولة هذا العام المحرج هذا العام للهلال، وأجبرت الهلال تداركت خطأ. وأجبرت الهلال. لا أنت تقول لجنة المسابقات ما لها دخل، كيف تداركت؟ أنا أقول لك لو افترضنا أجلت المسابقات بالوضع بالجدول المحرج الآن وضعت الهلال في وضع حرج، وأجبرت الهلال أن يطلب التأجيل، وبالتالي وافقت القيادة من واقع دعمها لكل الأندية. صحيح. هذا محرج من خلال عمل هذه اللجنة. خلينا ناخذ زميلي عثمان أبو بكر مالي. عثمان معي هنا. ليش محرج؟ خلينا ناخذ زميلي عدنان. لحظة سلطان لو سمحت. خلينا ناخذ زميلي عدنان. زميلي عدنان. نقدر زميلي عدنان جسنية. ما تقول قرار الإيجاب. أنا هنا كان قلبي معك يا عثمان. يقول ناخذ عثمان وعثمان هنا. خلينا ناخذ زميلي عدنان جسنية مدير مركز الإعلامي بنادي الاتحاد. الله يديمه إن شاء الله. اللي أصدر آمين إن شاء الله على طول. اللي أصدر البيان أيضا لإيضاح ربما جزئية تتعلق بهذا البيان. عدنان مساء الخير. مساء النور، أحييك وأحيي ضيوفك. أهلا وسهلا. طبعا اللي أصدر البيان النادي الاتحاد. نعم. ومن خلال مجلس إدارته. طبعا أنا يعني من خلال متابعة البرنامج كان في يعني
محاولة يعني ذكية جدا من الأخوان للعودة إلى الماضي وتمييع الموضوع الأساسي في الموضوع. وأنا أعتقد يعني يمكن يعني هذه المحاولة نجحت في يعني من خلال تقريبا أكثر من ساعة تمييع هذا الموضوع وتشتيت الحقيقة اللي موجودة في البيان. البيان يوضح أنه ليس هناك لنا أي موقف من دعم الفريق الهلالي والشبابي في البطولة الآسيوية وأي مشاركات خارجية، بل نسعد بأنه نادي الاتحاد يكون له دور قوي في دعم نادي الهلال والشباب. الموضوع هو لو تم تأجيل مباراة الاتفاق كان هناك منطق في الطلب المقدم من نادي الهلال، فبالتالي التأجيل اللي صار لمباراة الاتحاد يخدم الهلال ليس على المستوى البطولة الآسيوية، إنما يخدمه على المستوى المحلي، وبالتالي المنافسة الشريفة التي يجب أن تعطي التكافؤ. وفي نفس الوقت معروف من البديهي انه ممكن تحدث مثل هذه الحالات بدليل انه لجنه المسابقات. يا اخ عدنان عشان ما تتعدى النقطه هذه دقيقه بدون مقاطعه. بس النقطه هذه ابو عدنان. طيب اذا سمحت لي بس النقطه هذه. لجنه المسابقات في نفس القرار في نفس الجدول موضوع انه في حاله تاهل نادي الهلال للدور الاربعه يتم تقديم المباراه من 3 أكتوبر إلى 1 أكتوبر. إذا وضعت كل الخيارات، وأيضا قبل لا يبدأ الدوري كان هناك اجتماع بممثلي الأندية ومحضر تم التوقيع عليه. أنا أعتقد أنه هذا اللي حدث لا يخدم دوري زين، لا يخدم مصلحة التنافس القائم بين الأندية السعودية. هذه من وجهة نظري الشخصية جدا. وفي نفس الوقت ما حدث في الموسم الماضي من دعم لنادي الاتحاد لا نستطيع أن ننكر هذا الدور، وبالذات من قيادتنا الرياضية الله يحفظها، ولا ننكر إطلاقا. ونحن إذا كنا في تلك الفترة استطعنا أن نلتزم بما هو مطلوب منا ولم تتقدم أي أندية للاعتراف، هذه ليست مشكلة نادي الاتحاد، إنما مشكلة من لم يتقدم. لكن من حقك أنك تحافظ على حقوقك وتحافظ بكل ما تستطيع، وأن تعترف في ظل مفهوم كما قال أخينا الأخ سلطان الديمقراطية، ولكن الديمقراطية التي لا تسلب حقوق الآخرين. جميل، واضحة نقطتك عدنان. في أي نقطة ثانية؟ والله هذا حبيت اوضحه. طيب خليك معي الخط. خليك معي الخط. من خلالكم انه يكون في التزام بنفس البيان. اما العوده الى الماضي هذه معناها لا معلش عدنان. وانا يعني اتمنى من الاستاذ تركي الخليوي يعني يعطيني رايه في هذا الموضوع، لانه هو شكله ما كان فاهم في النقطه دي، انه نحن يقول لك مباراه الاتفاق، نحن ما بنتكلم على مباراه العاب. عدنان واذا كان الاستاذ طارق عنده اي تساؤل فليتفضل. عدنان طيب مو انت اللي توجهنا، فليتفضل ما يتفضل. لا لا معلش لا يمكن اني انا اوجهك يا استاذ. اسمع لي، احنا بنتكلم يعني على البيان، احنا قرأناه بالكامل، قرأناه وناقشنا وجهات نظر كامله شخصيه. كون الزملاء انهم يعطون وجهه ارائهم، وهذا حريه للكل نسمع وجهه رايه، كما هو لك انت ايضا شخصيا تكمل وجهه نظرك، لكن تقول التزموا بالبيان ما هو من يعني ما هو. لا انا اقول لك خرجوا عن الموضوع يا ابو مشعل. طيب اسمع ابو مشعل، اسمع طارق معك، تفضل. ارجو انك تفهمني لا تفهمني غلط. طيب تفضل طارق. يا اخ عدنان انا بلتزم معك في البيان. اوكي ممتاز. بغض النظر قل وجهه نظرك. بسألك سؤال، لا بسألك سؤال يا عدنان وجاوب لي بمنطق كروي. فريق يلعب 120 دقيقة وفريق مرهق جدا، هل من الأفضل أو من المريح أن يلعب مباراة بعد 4 أيام أم مباراة بعد 10 أيام 7 أيام؟ من الأفضل 7 أيام. من الأفضل أن يلعب 7 أيام. ممتاز. إذا أنا أسقط بيانك هذا، لأنك أنت الآن لأنك أنت قلت أنه مو منطق أنه لحظة شوي اسمح لي، مو منطق أنه الهلال يطلب تأجيل مباراة الاتحاد، لأنها أنت حسبتها من الناحية العكسية أنه باقي على مباراة شو اسمه أذبهان الفريق الإيراني 9 أيام، ولكن تناسيت أنه قبلها ب4 أيام لعب مباراة الغرافة، فلذلك هو المنطق طلب تأجيل الهلال لمباراة الاتحاد اللي بعد 4 أيام طلب منطقي وفني بحت باعترافك أنت.